السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. توجيهات من رئيس الدولة بإغلاق جميع الدروس الخصوصية. قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن سناتر الدروس الخصوصية ممنوعة بقرار من وزير التعليم، علاوة من ذلك على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية والتعليمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للوطن أنه لن يسمح بفتح أي سناتر دروس خصوصية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق أكثر من 2700 مركز وسنتر للدروس الخصوصية، وكان النصيب الأكبر للقاهرة الكبرى، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا، فلم تعد هناك سناتر تعمل حاليا. علاوة على ذلك بأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية غير قانوني وغير مصرح به من الدولة. ودعا قاسم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سناتر تعلن عن فتح أبوابها للطلاب، حيث سيتم اتخاذ اللازم بغلق السنتر وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق، مؤكدا أن الحي لا يتوانى عن شن حملة بمشاركة قسم الشرطة ومسؤولين من التربية والتعليم للتصدي للسناتر. وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص السناتر الدروس الخصوصية بمساعدة وزارة الداخلية وقوات الشرطة. ده كان الخبر، وده كان الحاجة اللي احنا لازم نقولها لكم ونعرفها لكم. المراكز عمالة تتقفل، وننوه تاني خلوا بالكم او خدوا بالكم من اي سنتر دروس خصوصية انت بتروحه، لان في اي وقت انت معرض لحملة من رجال الشرطة باغلاق مراكز الدروس الخصوصية. بالاضافة الى كده ما تعتمدش اعتماد كلي على مراكز الدروس الخصوصية، عشان طبعا النظام الجديد، وانت ما تعرفش اصلا. حتى المدرسين اللي بيشتغلوا حاليا هم بيشتغلوا على النظام القديم او بطرق شرح النظام القديم. فهم حاليا يعني لسه محدش يعرف النظام رايح بالطلاب فين او الدنيا ماشيه ازاي او كده. ده كان كل شيء في الفيديو. اتمنى اكون اضفت لك معلومه وحذرتك ونبهتك. لو عايز استفسار او سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتس. كمان ما تنساش انك تضغط اللايك تقديرا ودعما للفيديو. نشوفك فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.